السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين، وكل رمضان وانتم بألف خير. وان شاء الله العيد يجي عليكم كده واحنا في احسن حال واحسن صحة بإذن الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جاي لكم فيديو البسكوت. انا نزلت فيديو الكحك، والنهاردة فيديو البسكوت. هنعمله بطريقة سهلة وبطريقة بسيطة كده. ولو انت اول مرة لسه تعملي البسكوت هتعمليه بصي، ما شاء الله عليه هينجح معاكي من اول مرة. بس تتبعي الخطوات، كل التفاصيل اللي انا هعملها وتشوفيه معايا الفيديو للاخر. ويلا بينا نشوف الفيديو بتاعنا. انا هعمل 2 كيلو دقيق، بس انا هقول لكم مقادير الكيلو الدقيق بياخد 300 جرام من السمنة. السمنة بتاعتك لازم تكون في التلاجة، تكون انت لسه مطلعاها من التلاجة وسقعة. هحط على ال 300 جرام سمنة 150 جرام من السكر. انت ممكن تقللي في السكر وممكن تزودي في السكر، دي بتبقى حسب الرغبة زي ما انت حابة السكر بتاعه. بقلبهم الاول كويس جدا كده بالمعلقة. وبعد كده هعملهم بالمضرب الكهربائي. لو مفيش عندك مضرب كهربائي يبقى بالمضرب اليدوي، مفيش عندك لا ده ولا ده يبقى بايدك زي زمان ما كنا بنعمل. على فكرة انا عملتها الاول لان السمنة كانت جامدة، فعملتها الاول بايدي كده، نعمتها بايدي وبعدين بدأت اعملها بالمضرب. نزلت عليهم بربع كوبايه من الزيت، ربع كوبايه بس. الزيت يكون ريحته حلوه، ما يكونش ريحته نفاذه ولا حاجه. وتضربي بقى معايا. هنا هضيف على الكيلو الدقيق 3 بيضات او 4 بيضات، ما تزوديش عن كده. كل بيضه بنزل بيها بضربها بالمضرب، وبحط وبضيف عليها باكو من الفانيليا عشان ريحه البيض ما تبقاش ظاهره فيه. كل بيضة تضربيها وتضيعيها، تنزلي بالبيضة التانية، ما تنزليش بالبيض كله مرة واحدة زي ما انا عملت كده في الفيديو. ضفت عليهم كيس من فانيليا البرتقال، بتدي لها ريحة حلوة جدا يا بنات. وكوباية من عصير البرتقال الفريش. البرتقال ده انا عصره على العصارة اليدوية، بيبقى حلو جدا جدا. ومعلقة من بشر البرتقال. وخمسين جرام من جوز الهند. جوز الهند يا بنات يكون ناعم، انا ضربته في المطحنة، عندي مطحنة الخلاط. لازم تنعمي عشان ما يخربش معاك الصباع البسكوت. وتضربوهم كويس، تضرب كل المقادير دي بقى لحد ما تبقى معاكي ناعمة كده وبالطريقة اللي انتوا شايفينها الحلوة دي. كل المقادير اللي انا قلتها لكم دي يا بنات مقادير الكيلو. ضفت على الكيلو الدقيق باكو من البيكنج باودر، ورشه حوالي ربع معلقه كده من الملح. وقلبت كل المقادير دي كلها مع بعض كده. احنا ما بنعجنش عجين يا بنات، ندي بوكسات كده في العجين. لا، احنا يا دوب بنتوه كده المقادير كلها في الدقيق. بتبداي تتوهي بقى. لو كنت محضره بقى جنب كوبايه الا ربع من العصير الفريش برضو بتاع البرتقال. بسكوتنا النهارده بسكوت البرتقال زي ما انا قلت. لو حسيت ان العجينه محتاجه سوائل، بتضيفي بعصير برتقال او معلقتين من اللبن. بتضيفي معلقتين، اوعي تحطي سمنه ولا زيت. غسلت ايدي علشان اختبر العجينه واشوف ان كانت لسه عايزه سوائل ولا لا. بتغسليها وتجيبي حته عجينه كده وتلفيها بين ايديكي وتضغطي عليها. لقيتها لسه بتشقق يبقى هي لسه محتاجه سوائل. زي ما انتوا شايفين معايا العجينه حلوه جدا، مش محتاجه سوائل ولا اي حاجه. ما شاء الله عليها. احنا بنبدأ فيها على طول، ما بتريحهاش ولا اي حاجة. عملناها في المكنة بتاعت زمان بقى، اللي هي بتاع امهاتنا واجدادنا، المكنة القمر اللي هي كلها خير دي. وطلع معايا بالشكل والجمال والحلاوة اللي انتوا شايفينها دي. معلش بقى لو كنت انا ما وريتكوش كل التفاصيل، لان بصوا كنت في اليوم ده بطبخ وبعمل البسكوت والصيام، وانتوا عارفين ان شاء الله باذن الله نعمله بتفاصيل ادق ويكون فيديو اطول من كده علشان تعرفوا يعني وتشوفوا كل الخطوات معايا باذن الله. وتشوفوا التسويه ان شاء رب العالمين. يا رب النهارده الفيديو يعجبكم، ويا رب تكونوا استفدتوا منه ولو جزء بسيط. وكل سنه وانتم طيبين، وعيد سعيد عليكم ان شاء الله. ومع الف سلامه، ونشوفكم على خير ان شاء رب العالمين في فيديوهات تانية. مع الف سلامه.